السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، على بركه الله. فيديو جديد البريوش بالحشوه ديال التفاح والشوكولاط. وديجا شاركت معكم في الاوائل ديال القناه ديالي هاد الاشكال ديال البريوش، اشكال مختلفه، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشكل اخر. كاس ديال سنيده ديال العنبه. الا ما عندكمش، انا عندي هذاك الطوبات ديال السكر، درت فيهم 5، ونقصت الحلاوه شويه، وعندنا معلقه ديال الجنجلان تكون عامره، ونص المعلقه صغيره ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال العجينه. غادي نديروا ليها شويه د الماء يكون دافي، وعندنا 2 كيسان ديال الماء، والنص ديال كاس ديال العنبه ديال الزيت المائده، والملحه لتصحيح الذوق، وعندنا 650 غرام ديال الدقيق يكون ممتاز. ونعجنوا العجينه ديالنا في الماكينه ديال العجينه لمده 6 دقائق حتى 7 دقائق، وناخذ معلقه ونص ديال الزبده فاميليا او الزبده ديال الماكله، ندوبوها ونخوها على العجينه، نخلوها تبرد شويه. انا زربت على داك العجينه ديال البريش لان عندي كوموند ديال الحلوى، وغادي نخلط البريش ديالنا في الخلاط، يعني في الماكينه ديال العجينه، ونخليها ترتاح لمده ساعه المكانه، من 45 دقيقه حتى لساعه المكانه، ونخليها تخمر. وغادي خديت 350 غرام ديال العجينه، سرحتها في سطح العمل، وطليت ليها معلقه كبيره ديال الزبده بيديه، ومن بعد قطعتها بالجراره ديال البيتزا على شكل مثلثات، وتناخد قطعه ديال الشوكولاط تنحطها في الوسط، ومن بعد نشكلها بهذا الشكل باش يخرج لينا بريش ديالنا على شكل هلال.